في ناس بتاخد وقت طويل علشان تعرف هي مين وعشان تنضج وعلشان تعرف هي عايزة ايه بجد، وده مش معناه ان هم أبطأ، ده معناه ان الرحلة نفسها مختلفة. يمكن شخص تاني يوصل أسرع بس يوصل لمكان مش شبهه. في ناس بتلف سنين لكن أول ما بتوصل بعد كل اللفلفة والتجارب دي بتحس ان هي في مكانها، ودي غالبا بتكون ناس عايزة تعرف ايه حلمها هي، مش حلم الناس اللي حواليهم ولا حلم المجتمع. الضغط الحقيقي والمشكلة ان فترة التخبط دي مرعبة، مش لأنها وحشة، لأن المجتمع بيعرف يحتفل كويس جدا بالنتائج بس ما بيعرفش يحتفل بالبحث. فمحدش مثلا بينزل بوست يكتب أنا بقالي سنة مش عارفة أنا عايزة أعمل إيه. فعن نفسي أنا بطلت أعتبر إن كل اللي بشوفه على السوشيال ميديا حقيقة، ولما بقفش نفسي في حاجة جوايا بدأت تقارن بوقف نفسي وأقول استني، دي لقطة مش الحياة. وبطلت أسأل نفسي لو أنا متأخرة، وبقيت بسأل نفسي لو أنا بعمل حاجة أنا مرتاحة فيها، لو أنا بعمل حاجة شبهي. بقى ده السؤال الأهم بالنسبة لي، لأن النجاح مش إنك توصل بدري، النجاح إنك تعرف تلاقي مكان شبهك وتعرف تبقى مبسوط. فلو حاسس إنك متأخر، يمكن المشكلة مش إنك متأخر، يمكن المشكلة إن أنت بتجري في سباق عمره ما كان معمول ليك.